تعرف ان في ذكر معين وصانا به سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج قابل سيدنا ابراهيم فقال له وصي امتك بالذكر ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الي مما طلعت عليه الشمس اني اقول الذكر ده. والباقيات الصالحات فسرها العلماء ان هي الذكر ده: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ادعيه كده بيبقى ربنا سبحانه وتعالى مجمع لنا فيها، زي ما مجمع لنا فيها ثواب كبير قوي 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 قوي، هو كمان سبحانه مجمع فيها كم تزكيه غير عاديه متجمعه في ذكر واحد. تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله تنزيه لربنا سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، والحمد لله حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى بمعاني الحمد اللي قلناها في حلقه الحمد. ولا اله الا الله توحيد خالص لله سبحانه وتعالى وخضوع تام وتسليم مننا لله سبحانه وتعالى. والله اكبر بتزود اليقين في الله سبحانه وتعالى الاجل الاعظم، وتنزهه عن الاوهام بتاعتنا، ليس كمثله شيء. ولا حول ولا قوه الا بالله بتعلمك الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. بعد ما قلت ان لا اله الا الله فالاله واحد سبحانه وتعالى، وانك عبد مستسلم خاضع لله، وان فضله ونعمه معاك ومغرقاك ليل ونهار، وانه لا يعجزه شيء، شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فطبيعي بعد كل ما تدرك ده انك في الاخر تخرج من حولك وقوتك لحول الله وقوتك، انك تطلع نفسك من كل حاجه انت حاطط نفسك فيها وتسيب نفسك لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللي يقولها تغرس بكل واحدة شجرة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد. يطوفوا حوالين العرش وليهم صوت زي صوت النحل يذكر بصاحبها، عمالة تذكر صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. وجت ستنا ام هانئ رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله انا كبرت وضعفت، انا خلاص يعني بقيت كبيره وضعيفه مش قادره اعمل حاجات كتير لله سبحانه وتعالى، فقول لي حاجه اعملها وانا قاعده. مش قادره اصلي كتير، مش قادره اروح واجي في سبيل الله، قول لي حاجه اعملها وانا قاعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها سبحي الله 100 تسبيحه انها تعدل لك 100 رقبه تعتقينها من ولد اسماعيل، كانك اعتقتي 100 ولد من ولد اسماعيل. عتق الرقبه ده كبير جدا 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 عند ربنا سبحانه وتعالى. واحمدي الله 100 تحميده لا تعدل لك 100 فرس مسرجه ملجمه تحملين عليها في سبيل الله، كأن جهزت 100 فرس في سبيل الله وعليها كمان الاحمال بتاعتها. وكبري الله 100 تكبيره فانها تعدل لك 100 جدنه مقلده متقبله. الجد اللي هي الذبائح اللي بنذبحها لوجه الله سبحانه وتعالى. وهللي لله 100 تهليله اللي هي لا اله الا الله لا ما بين السماء والارض ولا يرفع يومئذ لاحد عمل افضل مما يرفع لك الا ان ياتي بمثل ما اتيت. وقولي لا حول ولا قوه الا بالله لا تترك ذنبا ولا يشبهها عمل. وما قالش صلى الله عليه وسلم عدد لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله منظومة إيمانية كاملة تربي وتزكي وتقوي.